قطايف يعني رمضان، ورمضان يعني قطايف. ولو عايزين تعرفوا الطريقة وازاي طالعة طرية ولينة كده، تابعوا الفيديو معايا للآخر، وهقولكوا ازاي تطلعوها ناجحة وفيها فراغات وعاملة كده زي بتاع القطايف الجاهزة بالظبط. بصوا طرية ازاي اهي، وبتتقفل كمان اهي. تابعوا معايا الفيديو للآخر وهقولكوا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، امين. ازيكم حبايبي اخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايه لكم بوصفه عجينه القطايف، سهله وبسيطه، نفس بتاعه الكنفاني وبتاع القطايف بالظبط، وهتطلع معاكي ناجحه من اول مره ان شاء الله. اتبعي بس معايا الخطوات بالظبط، ونفذي وحطي المقادير زي ما هقولك، وان شاء الله هتطلع احسن من بره، وطريه في العجينه ومقرمشه في الآلية. تابعي معايا الفيديو وان شاء الله هتطلع معاكي كويسه وهتعجبك. اول حاجه، عشان بس انا المقطع الاولاني اتقطع مني، تصورته ومعرفش راح فين، فانا هصوره لكم من اول تاني. هعجن عجينه تانية يعني. اول حاجه هنجيب كوبايتين دقيق، هنحط عليهم معلقتين نشا كبار، معلقتين دقيق سميد. دقيق السميد لو مش عايزه ما تحطيش، ده علشان يديها قرمشه كده وهي بتتقلي. والنشا برضو هتعمل معاكي كده. معلقتين دي كوبايتين دقيق، معلقتين دقيق، كوبايتين دقيق، معلقتين دقيق السميد، او اللي هو السيمولينا، او دقيق فرخه، او زي ما يكون عند دول تانية في اماكن تانية. ومعلقتين كبار نشا، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره كربونات الصوديوم او البيكربونات او الكربوناتو، معلقه صغيره سكر، ودي هحطها في كوبايه واقلبها معايا مع معلقه صغيره خميره، واقلبهم في كوبايه ميه دافيه. انا هحط لكم برده المقادير في صندوق الوصف. لو عندك خميره فوريه الجافه حطيها هنا، لكن انا عندي خميره اللي هي البيره واللي هي بتاعه الخباز، فانا مش هحطها هنا. فهي لو خميره جافه هتتحط هنا، لكن هي مش جافه، فانا حطيتها في كوبايه ميه دافيه، وحطيت معاها معلقه سكر صغيره عشان تفعل الخميره بس. وبعد كده ايه، هحطها على الدقيق. يبقى هو ايه الدقيق، عشان انا لو سقطت مني حاجه بس هكتبها لكم في صندوق الوصف. دقيق ونشا ودقيق سيمولينا وملح، رشه ملح، معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره كربونات، معلقه صغيره خميره. وهنقلب كل ده كده. والبيكنج باودر يا بنات، الفانيليا بقى دي اختياري، بس انا هي الفانيليا بتديها ريحه حلوه بس عشان لو عايزه تعملي الوصفه حادقه، تحشيها جبنه، تحشيها مثلا لحمه، اي حاجه زي كده. انا بعملها مش شرط حلويات يعني، فهتنفع معاكي. المهم انا حطيت الخليط كله هنا وقلبت المقادير الجافه ودي منخول. واهم حاجه ان المكونات كلها يا جماعه تكون بدرجه حراره الغرفه، سواء بقى دقيق نشا اي حاجه. دي من عوامل نجاح اي عجينه معاكي، ان المكونات كلها تكون بدرجه حراره الغرفه. بعد كده انا قلبت الخميره اهي اللي هي الميه، هروح حطها بسم الله الرحمن الرحيم وهقلب. خلي بالكم على حسب نوع الدقيق، هنحتاج من كوبايتين ل3 ميه دافيه. يعني انا كل مره بحتاج كوبايتين ونص، ماشي. برضو هحطهم واحده واحده، انا عايزه القوام سايل وخفيف. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كده انا حطيت كوبايه ونص. بصوا هقلب عشان الوقت بس وارجع لكم تاني. بصوا ده شكلها بعد الكوبايتين ونص. هحط النص التاني بسم الله الرحمن الرحيم، وانا كده اصلا هحتاج تاني، وهقلب برضه. بصوا يا بنات ده شكل العجينه اهو. بصوا تقيله وتحسوا لسه فيها كلاكيع بعد الكوبايتين. انا بقى هحط النص التاني الباقي، عشان قلت لكم هي هتاخد معايا كوبايتين ونص. بصوا انا حاطه النص التاني، حطيت حبه حبه، يعني انا خايفه برضو ايه تبقى سايله مني. هي العجينه بتبقى قوامها سايل كده، مش ماسك قوي. انت عايزه تعمليها تضربيها بمضرب يدوي في الخلاط زي ما تحبي. ومعلش انا ما لحقتش بقى اغسل المواعين، الوقت ضيق والمغرب هيقدم، فانا قلت اعملها لكم بسرعه. ما لحقتش اغسل يعني الطبق مكان العجينه. بصوا انا مش عايزه فيها اي كلاكيع، عشان كده بقول لك اضربيها في الخلاط لو حابه، او بمضرب او بهاند بلندر. شايفين دي كده، دي العجينه بدات تخمر معايا اهي. احنا مش هنسيبها تخمر، بس
هنسيبها ترتاح يا بنات ربع ساعة بس، عشان احنا كده يعتبر في الصيف. لو في الشتاء هتسيبها نص ساعة. بصوا البلالين اللي بدأت تطلع دي ان هي بدأت كده ايه زي تخمر كده، بس احنا مش هنسيبها تخمر، احنا بس هنسيبها ترتاح. اي عجينة لازم ترتاح، لو مش هتخمر لازم ترتاح 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير، عشان احنا يعتبر كده الجو دافي، انا عندي جو دافي فهسيبها ربع ساعة بس. ممكن تسيبها اكتر، بس لما تخمر بزيادة يا بنات هتبقى شكلها هتيجي معاكي وانتي بتعمليها هتعمل خرام كتير ومش هتبقى حلو. فانا عايزاها ترتاح وفي نفس الوقت بصوا مش عايزه تقريبا كل الكلاكيع اختفت اهو، وعايزاها عجينه تبقى قوامها سايل، مش سايل قوي ولا ماسك قوي، يعني بين البنين. فانا هسيبها زي ما قلت لكم في الصيف هتبقى ربع ساعه، وفي الشتاء نص ساعه بس. دي راحه مش خمران، مش هنسيبها تخمر قوي. هغطيها واسيبها ترتاح عشان لما اجي اعملها تبقى ايه ناجحه معايا. انا كده خلصتها، هرجع لكم بقى بعد ما تكون العجينه خمرت عشان نشوف هنعمل ايه. بصوا يا بنات بعد ما عدى ربع ساعه تقريبا، بصوا تقلت شويه، القوام تقلت شويه تاني اهو. هنبدا بقى ايه نجهز علشان نعملها. ومعلش انا اتاخرت عليكم بالوصفه، بس انا نزلتها السنه اللي فاتت من غير فيديو، بس المره دي هي عملتها لكم عملي والطريقه ناجحه، ولو قدرت وكان في وقت هقليها لكم كمان. بس انا والله بعملها وبقليها وبتطلع مقرمشه وجميله، مش طريه، مقرمشه وحلوه، ولا هي ناشفه حجر ولا هي طريه. بصوا اهي هقلبها تاني عشان لو في تكتلات ولا في حاجه تحت مثلا، بس هي الحمد لله بص مفيش اي حاجه، وهو مقلبها بالمعلقه بس مش في اي حاجه تاني. هجهز بقى واشوف هعمل ايه الخطوه الجايه. هنجيب يا بنات طاسه على النار، انا مش عندي طاسه هحطيت صينيه اي حاجه، بس اي نوع طاسه او صينيه غير قابل للالتصاق، يعني الالومنيوم والستانلس مش هتنفع، لازم حاجه تكون وشها زي ده كده، ما تلزقش بقى سيراميك جرانيت تيفال اللي عندك. انا حطيت الصينيه التيفال بتاعتي علشان تاخد مساحه اكبر واكتر، واقدر اطلع فيها عدد قطايف اكتر. انا حطاها على النار تسخن على نار شديده، وبعد ما احس انها بصوا سخنت خالص وايديا يعني الحراره خلاص مش قادره استحملها، هروح عامله ايه بقى، هوطي النار، يعني انا هسيبها على نار هاديه واقول بسم الله، وهبدا اجيب الخليط اللي عندي بتاع القطايف، وانا هوزع بمعلقه، تقدري توزعي بابريق شاي بكنكه باي حاجه، بكبشه قصدي اهي. هوزع واحده واحده بسم الله. المعلقه هتطلع معايا يا دوب، المعلقه اللي معايا الكبيره دي مطلعه على قد القطفيه الصغيره اللي انا عايزاها. العجينه ناجحه 100%، وان شاء الله هتطلع معاكي كويسه زي بتاعت بره بالظبط اهي. ماشي، هي دي جايه لميل عشان اصلا البوتاجاز عندي مايل، خلي بالكم. اسويها انا اللي جيت اكحلها عمتها طلع لها قرنيه. المهم انا سبتها كده، هجيب بتاعه الحلويات دي اهي، استنوا دي اهي، هطلع بيها بس اطلع امتى، هتبقى تقعد تقريبا دقيقه على النار على الصينيه السخنه. خلي بالكم اول واحدتين 3 كده او اول حطه هتبقى مش قد كده، عشان لسه برضو الصينيه ما كانتش هتبقى سخنت قوي. هنستنى لما تعمل كلها فقاقيع كده والوش يبدأ ينشف. يعني بصوا دي طرية باينة اهي، ده نشف اللي محطوطة قبل كده. هبدأ اشيل من اللي محطوط الاول بسم الله اهي. بصوا على بقى ايه صينية، وهروح حطاها واروح مغطياها واحطها ليه. بصوا ممكن تطلع معاكم شدة في الاول وبعد كده هتطرى، خلي بالكم لما تتغطى هتطلع بخارها وهتطرى. هكمل بقى بقيه الكميه يا بنات واوريكم الطريقه في الاخر عملت ايه. بصوا دي التانية اهي اهي محمره اهي، واحده واحده. البتاعه دي بتسهل معايا، بس لو مش عندك ممكن تعمليها بمعلقه. ادي الوش اهو ما شاء الله. الطريقه دي انا بعملها على طول من ساعه ما عرفتها، وانا ما عايزه اقول لكم ما بشتريش قطايف من بره اهي. بصوا اهم حاجه يا بنات وانتي بتعمليها الصبر، هي بتقعد تقريبا من دقيقه لدقيقتين،
وبصوا هي كده ناجحه جدا اهي. وانا هوريكي برضو لما تبقى عامله يعني عوامل نجاح العجينه، محتاجه ميه، محتاجه دقيق، زي ده ميه زي ده دقيق. هوريها بقى، هنزل لكم الصوره بتاعتها يعني دلوقتي. قبل ما تشيليها لازم تستني لما العجينه دي تنشف خالص زي دي كده اهو. لو طلعت معاكي ناشفه شويه هتطرى بعد كده، تحطيها تحتها فوطه وعليها فوطه، او حتى على الاقل عليها فوطه مش لازم تحتها مثلا، وتحطيها على ظهرها زي كده، وبعد كده تغطيها لحين استخدامها يعني. دي بقى الاداه دي بجد حلوه جدا، هتسهل معاكي اهي. بصوا تشال بكل سهوله، ومكان اللي بتخلص اللي بتتشال يعني بحط مكانها تاني اهي. بصوا العجينه سايله وبالمعلقه اهي، جميله والله زي بتاعت بره بالظبط. والمعلقه بتاعتي دي هي كبيره شويه بس بتطلع لي القطفيه كلها بحجم واحد على قد ما انا عايزه يعني. حطيت لك اهم حاجه ما تحطهاش بس يا بنات على بعض وهي سخنه، علشان هتلزق في بعض وهتقطع منك. لازم تفرديها ولما تبرد تحطيها على بعض عادي بقى، وعينيها او تحطيها في الطبق اللي انت عايزاه. بصوا هي اصلا لما تكون خلاص جهزت انها تطلع يعني واتحمرت هتلاقيها بتطلع لوحدها، انما زي كده يبقى هي لسه يعني هي ايه بتتفك معايا لوحدها لما بتكون خلاص العجينه جاهزه انها تطلع وانها استوت خلاص. مش شرط الوش يكون محمر خالص يا بنات، يعني ممكن ايه بصوا في كده، شوف لكم واحده تانية فاتحه شويه في كده اهو فاتحه، يعني ايه المهم انها تكون كويسه. ولو دي كانت مخرمه منك كتير والخروم واسعه مش هتبقى معاكي حلوه وهتفك منك في الزيت، وهتبقى يعني مش هتبقى حلوه، هتبقى ناشفه جامد كده. بصوا هي لما بتستوي بترفع لوحدها اهي ما شاء الله. المسام بتاعتها بتبقى معقوله مش واسعه خالص. لما بتكون واسعه خالص دي بيبقى معناها ان العجينه اختمرت جامد، ودي بتبدا تعمل منك بقى بعدها لحد اخر حبايتين معاكي او كده بتكون بقى العجينه ايه خدت جو السخونيه في المطبخ ومريحه بقالها كتير. انا بصوا بتلخبط مني بس عشان انا مركزه في الموبايل مش مركزه وانا بطلع. هخلص بقى الكميه كلها وارجع لكم في الاخر. خلي بالكم يا بنات شربات القطايف برضو بيبقى شربات تقيل، اللي هو كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه، وبعد ما يغلي من غير تقليب تسيبيه على النار، وبعد ما يغلي توطي عليه شويه وتحطي بقى عصره الليمون ومع الفانيليا او ميه الورد او ماء الزهر. هنزل لكم برضو الطريقه بتاعته على في صندوق الوصف. ولو عايزه لو يعني حابه تحطي بقى معلقتين عسل نحل او عسل جلوكوز بيديله قوام تقيل كده وليه طعم كده مختلف وريحه حلوه. لو مش عندك عادي ده اختياري يعني يا بنات. وخلي بالكم القطايف برضو في ناس بتحط لها لبن بودر، انا والله ما حطيت اي نوع لبن بودر. وبصوا ما شاء الله عليها طريه وحلوه وطالعه ناجحه وكل حاجه. اصل خلي بالكم يعني بتاع الكنافه والقطايف مش هيحط لنا لبن بودر، هو ده كيلو اللبن البودر معدي ال100 وشويه، تقريبا 150 جنيه، يعني هيبقى لنا كيلو قطايف ب30 جنيه يحط عليهم لبن بودر. هو ممكن يحليها شويه ده يعني يزود قيمتها الغذائيه، بس احنا في القناه هنا انا بعتمد ان انا اعمل لكم الحاجه اقتصاديه نوعا ما، يعني اللي هي ايه ما تكونش مكلفه. الكميه دي الكوبايتين دي دول اللي هما تقريبا ربع كيلو بيطلعوا معايا كميه حلوه. ان شاء الله في اخر الفيديو هصور لكم طلع معايا قد ايه بالظبط. وانا كل مره بيطلع معايا من كيلو يعني مش عارفه يعني مثلا ايه في حدود كيلو الا ربع، اقل حاجات بسيطه ازيد حاجات بسيطه. فانا برضو هوريها لكم لان انا دايما بعمل كوبايتين كوبايتين. انت عايزه تقللي الكميه للتجربه اعمليها كوبايه واحده مثلا عشان مش تخسري كتير، عشان برضو هي هتطلع كميه حلوه يعني. وخلي بالك اهم حاجه لازم الخميره تكون يا بنات مضمونه، يعني تكوني حتى ان شاء الله حتى تختبريها بره الاول في كوبايه الميه الدافيه زي ما انا عملت مع شويه السكر. والعجينه ما بتتسابش تخمر لان فيها بيكنج باودر وكربونات، فالكربونات مع البيكنج باودر يعني ايه بتخليها ناجحه، فمش بتستاهل ان هي تخمر. لو خمرت هتدي نتيجه مش كويسه.
هتفقفق منك جامد وهتبقى مش كويسه. بيدور ابني على الحشو قبل المعمل. بصوا دي اخر واحده في البوله، هروح اجيب الحبه التانيين واحطهم في البوله اللي عندي على بس ما اخلصها. هخلص بقى الكميه وارجع لكم تاني على ما الاذان يخلص وكده، وارجع لكم بقى اكون خلصت خالص. بصوا بقى يا بنات كده بعد ما خلصت الكميه كلها ما شاء الله اهي ماشي. زي ما قلت لكم دي اللي هتطلع في الاول. بصوا شكلها بتبقى زي معجنه شويه كده، او عشان الطاسه ما سخنتش يعني، بس عادي مش هيجرى حاجه، الولاد بياكلوها. انا عايزه اقول لكم انهم عاملين ياكلوا فيها اصلا من ساعه ما اتعمل. سيبها لهم هياكلوها عادي، او اقليها كده في الزيت لو مش هتقفل معايا. التانية بقى بصوا بسم الله ما شاء الله عامله ازاي. بصوا الطراوه اهي. طبعا السر انها تفضل طريه انها تفضل متغطيه اهي. معلش هو انا اخرت عليكم الفيديو شويه بس على ما فضيت ان انا اصوره. انا مش عايزه اقفل جامد عشان لو قفلت مش تتهري مني. وكل ده من كوبايتين دقيق بس اهو ما شاء الله. اهو الكميه اهي طالعه حلوه اهي. هي المفروض انها متحمره شويه بس علشان الاضاءه بس والفلاتر بتاعه الموبايلات. تقدري بقى تقليها في الزيت براحتك، تعملي فيها اللي انت عايزاه. انا مش هقليها النهارده، هحشيها واسيبها. انتي تقدري تحشيها بقى مكسرات، تقدري تحشيها حشوات حادقه يا بنات. انا جربتها جميله. ممكن تحشيها جبنه زي السمبوسك، او تحشيها لحمه مفرومه، او اي حاجه. ممكن كريم ليه كريم شانتيه شوكولاته اي حاجه. بصوا والله هتبقى طريه معاكم سهل. المهم انها تفضل متغطيه بعد ما تعمليها كده اهو، تفضل متغطيه ومتغطى عليها لحد ما تيجي تعمليها وتحشيها وتغلفيها وتعينيها مثلا متغطيه برضو بقى في التلاجة او في الفرن مثلا عندك على ما تيجي تعمليها. عايزه تخزنيها في الفريزر هتخزنيها محشيه. وخلي بالكم يا بنات معلومه كده، القطايف ما ينفعش تبات لي تاني يوم. يعني انا الكميه دي عملتها النهارده، ما ينفعش اقول بقى ايه هي دي طازه او بتجيبها من عند الراجل طازه، ما ينفعش اقول هعملها بكره بقى او تبات لي بكره. لا لازم على الاقل تتحشي في نفس اليوم. لازم على الاقل تتحشي في نفس اليوم. وتعينيها بقى براحتك في التلاجة، سيبها محشيه، سيبها في الفريزر اهي. بصوا والله انا مبسوطه بيها لان انا بحب القطايف. يعني انا واخواتي كنا في بيت العيله عند ماما بناكلها نيه. بصوا جميله جميله والله. ولا تقولي بقى ب25 ولا ب30 كوبايتين، يعني تقريبا مقام ربع كيلو دقيق. طلعولي انا عايزه اقول لكم الكميه دي ممكن اكتر من نص كيلو. هوزنها برضو واقول لكم. بس عشان انا كنت فاكره ان انا بصور ورجعت اصور اللي بتاع تاني من الاول وشلته تاني. انا مصفره دلوقتي الميزان قدامكم اهو 0. وادي العجينه اهي ماشي. ده كل اللي طلع، ده غير اللي اتاكل اهو. ده كله من كوبايتين الدقيق. بسم الله ما شاء الله اهو اهو. ده غير اللي اتاكل ها، واللي اتهرى واللي كده واللي كده. يعني كام راحت فين؟ 639. قولوا 640 جرام. يعني باللي اتاكل قولوا كيلو الا ربع. كوبايتين دي ربع كيلو، طلعوا كيلو الا ربع. القطايف بتتباع بره ب30 وب25 عندنا. كوبايتين دي الكيلو دي ب20 جنيه. ربع كيلو دقيق هيبقى ب5 جنيه مع شويه الحاجات قولوا 10 جنيه. يعني الحاجات دي كلفتنا حوالي 10 جنيه واقل كمان. عملنا كيلو الا ربع القطايف بال10 جنيه. يعني لو كنا زودنا كوبايه دي كنا عدينا الكيلو كمان. يعني من كوبايه الدقيق بنطلع نص كيلو ما شاء الله. انتوا متخيلين المنظر يعني والكميه. وايه والله حلوه وزي بتاعت بره. وكفايه ان انت عاملاها في البيت. انا عايزه اقول لكم انا فرحانه بيها جدا والله. يعني اهي بصوا. بس زي ما قلت لكم اهم حاجه لازم تفضل متغطيه، لازم تفضل متغطيه. اتمنى بقى تكون الوصفه عجبتكم واستفدتوا منها. ولو عجبك الفيديو مش تنسي تحطي لايك وتشتركي في القناه. انا لو اول مره تشوفيني فعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وشيروا الوصفه لاصحابكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كل سنه وانتم طيبين واستنوني في فيديو جديد.